السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اشهر الاغذيه الصحيه واللي كيدخلوها الرياضيين والناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن وحتى اللي باغيين يحافظوا على صحتهم. وهاد الماده هي الشوفان، كاين اللي كيقول ليها حتى الخرطال. يمكن كنشوفوه في المحلات وكنقولوا شنو فيه مميز، كنطبخوه وما كنعرفوش الفوائد ديالو. في هذا الفيديو غادي نحاول نعرفوا كل شيء عليه بالتفصيل بطريقة بسيطة وواضحة، من المكونات حتى الفوائد. خليوك معايا حتى الآخر. الخرطال أو الشوفان هو نوع من الحبوب الطبيعية كتزرع في المناطق الباردة. كيجي في شكل حبوب صغار وكيكون طري شوية مقارنة مع القمح والشعير، وكيطحن أو كيدار في شكل رقائق، والناس كيديروا به بزاف ديال الوصفات بحال العصائر، الحلويات، البسكويات، وحتى الخبز الصحي والحساء. وهاد الحبة الصغيرة فيها بزاف ديال المنافع، ولات اليوم الأغذية اللي كيعتمدوا عليها الرياضيين والناس اللي باغيين ينقصوا في الوزن، وحتى الناس اللي كيهتموا بالقلب والهضم. الشوفان فيه واحد النوع ديال الالياف سميتو بيتا غلوكان، كيساعد على تخفيض الكوليسترول الخايب وكيعاون على تنظيف الشرايين، وهذا الشيء كينقص بزاف من خطر امراض القلب والجلطات. الشوفان كيخلي السكر يطلع بشويه، ما كيديرش ارتفاع مفاجئ، وهنا كينفع بزاف الناس اللي عندهم مرض السكري واللي باغين يتفاداو السكر الزائد. الالياف اللي فيه كتعاون المعده تخدم مزيان، كتنقص من الامساك وكتنظف الامعاء. اللي عنده مشاكل في الهضم غادي يلاحظ الفرق منين كيدخل الشوفان في الاكل ديالو. واحد كاس صغير من الشوفان كيشبعك ساعات طويله، وهذا الشيء كيعاون الناس اللي باغيين يضعفوا بلا ما يحسوا بالجوع، حيت الالياف ديالو كتخلي الهضم يكون ببطء. فيه كربوهيدرات بطيئة، يعني كيعطي طاقة مزيانة كتكفيك للنهار كامل بلا ما تحس بالتعب وانخفاض السكر. وفيه حتى البروتين. البروتين اللي فيه كيعاون الجسم يبني العضلات، وهذا الشيء مهم خصوصا للناس اللي كيديروا الرياضة. الشوفان ماشي غير الاكل، كيستعملوه حتى في الماسكات الطبيعية وفي الشعر كذلك. المكونات الغذائية اللي فيه 100 غرام من الشوفان، كاين تقريبا 370 سعرة حرارية، و13 غرام ديال البروتين، فيه 7 غرام ديال الدهون الصحية، و67 غرام ديال الكربوهيدرات. المعادن المهمة بحال الحديد، الزنك، المغنيسيوم، والفيتامينات B1 و B5. هاد المكونات كتكتفي باش تكون وجبة شوفان وجبة متكاملة ومتوازنة. رغم انه مفيد بزاف، خاصنا نعرفوا ان كل شيء فيه الحد المعقول. كاين انواع من الشوفان فيها بقايا ديال القمح، وهذا الشيء ممكن يدير مشاكل الهضم عند الناس اللي ما كيتحملوش الغلوتين. الافراط فيه في الاكل بزاف ممكن يدير نفخة او الغازات، خصوصا اذا ما كنتيش متعود عليه. بزاف ديال الناس كيديروا معاه السكر بس بزاف والشوكولا او نكهات صناعيه، وبهذا الشكل كيتحول من اكله صحيه لوصفه فيها سعرات بزاف. اللي عنده مشاكل في الامعاء الدقيقه بحال السيلياك خاصو يختار شوفان اللي مكتوب عليه خالي من الجلوتين. الشوفان هو من بين أفضل الأغذية الطبيعية اللي كتوازن بين الصحة والطاقة. يقدر يكون فطور مثالي أو حتى وجبة خفيفة في العشية، لكن السر هو في طريقة الاستعمال. كنتمنى يعجبكم الفيديو. مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.